جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أوصني وأوجز، عايز وصية أعيش بيها في حياتي بس تكون قصيرة. فحط له صلى الله عليه وسلم نظرية كيف تحمي نفسك من معكرات صفاء النفس. أوصني وأوجز يا رسول الله. قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصلي لله وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. التلاتة دول نظرية للحفاظ على النفس من معكرات الصفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتوا عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما دايما تكونوا في احسن الاحوال. النهارده رجعت بفيديو جديد وروتين جديد باذن الله باذن الله هتستفادوا منه، لان في بنات كتير سالوني في الكومنتات عنه. ان شاء الله هنطلع بقى القشطه اللي انا كنت محوشاها كده من وش اللبن يا بنات، هنعملها زبده بقى خلاص كده زي ما قلت لكم. اللي انا خلاص بنفرزن بقى الحاجه اللي في الفريزر عشان نجهز كل حاجه ان شاء الله، عشان خاطر الشهر الكريم بقى. احنا اتفقنا ان شاء الله اللي احنا نسيبه بس للعباده بتاعتنا. أول ما نبدأ الكلام نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي. حبيبة قلبي، قناة النهارده ان شاء الله باذن الله اول مره تخش لها، خش خدي لك جوله بسيطه باذن الله هتعجبك. لو عجبتك اوعي تنسي الاشتراك وضغط على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل اشعار فيديو انا بنزله. ويا بنات رجاء بس اللايك بتاعكم قبل ما تخرجي، حتى لو انت ما عجبكيش الفيديو، لان اللايك ده هو طبعا اللي بيرفع معايا الفيديو غيرك بيستفاد، وان شاء الله باذن الله باذن الله يجعله دايما دايما في ميزان حسناتكم. بصوا بقى، طبعا انا كنت مطلعه القشطه ديت من بالليل عشان خاطر تفكي معانا، لان بنبقى شايلاها في الفريزر يا بنات. بنبقى نجيب اللبن زي ما قلت لكم بقى نغليه ونسيبه ليله كامله في التلاجة، في التلاجة مش في الفريزر، لغايه ما كده ما يعمل الوش بتاعه. وناخد الوش بتاعه كده بقى في علب بلاستيك عندك كده تكون انت بقى تجمعيه. فده اللي انا كنت بنعمله، نجيب اللبن مثلا لو غليته من بالليل نسيبه كده ليله كامله في الفريزر، قصدي في التلاجة. وبعد كده نصبح الصبح بقى نشيله كده في علبة بلاستيك. وان شاء الله باذن الله جمعت كميه محترمه يا بنات، بسم الله ما شاء الله، يعني ديت نص الكميه اللي عندي. فانا ما رضيتش نطلع كل الكميه بقى، لان ساعات بنبقى محتاجه قشطه لاي حاجه انا بنعملها، فبناخد بقى من اللي في التلاجة. فانا دلوقتي لو طلعتها كلها زبده فكده ايه، اخدت يعني اللي يكفينا الشهر ان شاء الله باذن الله. فقلت ان انا نجمعه معاكم اهوت. حطيته كده في بول يا بنات، انا كنت مجمعاه في اي براطيم عندك، ازاز، اي علب بلاستيك. انا عندي علبه اللي هي الكبيره ديت ما طلعتهاش خالص عشان هي مش واخده مكان في الفريزر، او واخده يعني ايه مساحه. طلعت بقى الحاجات اللي هي الصغيره، مثلا براطيم، علب بلاستيك صغيره، المهم جمعت الحتاته بمعنى اصح. وجيت النهارده بقى اهوت قعدت كده يا بنات. ديت اسمها خض يا بنات، يعني كده انا بنخض السمنه، بنطلع بقى منها الخض ونسيب السمنه كده تبقى إيه، زبده صافيه. طبعا انا في معظم فيديوهاتي قلت لكم يا بنات اعملوا كده، فان شاء الله باذن الله كل البنات اللي خدوا نصيحتي وعملوا كده، اللي كانوا بيجيبوا اللبن، بس اهم حاجه تجيبي اللبن من مكان يكون مضمون وتغليه وتحطيه في التلاجة، وبعد كده تجمعي الوش بتاعه. ادي بقى الحصاد بتاعي يا بنات اللي انا عملته، يعني كده بسم الله ما شاء الله طلعت 2 كيلو سمنه زبده صافي. تمام. طبعا كنت قاعده فوق او بنعمل فوق على الرخامه، فما كنتش واخده بقى حريتي، فاهمين؟ وكنت لابسه بقى كيس من البلاستيك ده. بص سيبك من الكلام ده كله بايدك، ايدك طبعا احنا كلنا ايدينا نضيفه يا بنات، واحنا اللي بنعمله اكلنا طبعا بايدك زي ما كده عشان تعرفي تتحكمي، لان الكيس بصراحه غلبني كتير وبياخد معاكي نسبه وخلاص من القشطه والسمن. وقعدت بقى على الارض، قلت لا ما بديهاش بقى، قعدت كده على الارض ماشي. وقعدت بقى خضتها اهو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، طلعت لي كده يا بنات يعني الحته معدل من ديت يعتبر نص كيلو. يعني هي كده ان شاء الله باذن الله عملت لي 2 كيلو زبده صافي. هنجيب عليهم بقى ان شاء الله باذن الله، ممكن لو انت عايزه تحطي عليهم زيت ذره وتسيحها مع بعضها تبقى جميله جدا للرز، لاي حاجه، لخضار، تعملي منها كل اكلك. ممكن تجيبي برضو اللي هو الكيلو السمنه الصفراء اللي هو العادي اللي هو الماليزي تقريبا او حاجه زي كده. ممكن تستكفي انت باللي هو ال2 كيلو دولت، لان بسم الله ما شاء الله بس على حسب بقى افراد اسرتك يعني. لان طبعا يا بنات 2 كيلو بسم الله ما شاء الله كويسين. لما يسيحوا مثلا او تحطهم بقى عشان تعملهم سمنه سايحه يعني يصفوا معاكي كيلو ونص. هنجيب ان شاء الله باذن الله كيلو من اللي هي الماليزيا ديت ونعملهم ان شاء الله باذن الله عشان يقضيني بقى شهر رمضان حلويات، وانتوا عارفين بقى الكلام ده كله يا بنات. وبعد كده الخض بقى اللي هو طالع من السمنه ده يا بنات. طبعا يا بنات اللي عايز يخزن السمنه بتاعته كان خزنها في شهر طوبه اللي هو الشهر اللي فات، لان بتبقى السمنه صافي ما فيهاش اي حاجه خالص. فالحمد لله يعني برضو انا كنت مشايله القشطه ديت من يعتبر من قبل شهر طوبه كمان.
فالمهم جيت بقى دلوقتي الخض اللي انتوا شايفينه قدامكم ده يا بنات، كنت انا بقى مجمعه برضو لبن رايب، اللبن اللي كان يروب مني بعد ما نبقى مثلا شربت الولاد او حاجه تبقى متفضله مني يعني. كنت نجيب كيس بلاستيك من اللي هو بتاع التلاجة ده ونشيله، نحطه بقى فين في الفريزر برضو. فجيت النهارده زي ما قلت لكم بقى في الفيديو اللي فات، اللي انا جبت شكارة دقيق يا بنات 25 كيلو عشان نعمل منها بقى رمضان عليكم بخير ان شاء الله باذن الله، نعمل قرص كده وحاجات بلدي كده في بيتك، وبرضه هتقضي بقى الكحك والبيتفور والحاجات بقى بتاعه العيد ده يا بنات. فانا جيت دلوقتي جبت بقى اللبن طلعته كله، برضه كنت مطلعاه من بالليل وحطيته دلوقتي على الخض اهوت، وقلبت كله في بعضه لان الخض ده كله اصلا سمنه، وبرضه اللبن الرايب ده يا بنات كان يعتبر بوشه يعني فيه قشطه. فانا بقى جمعت كله اهوت في البوله كده وقلبت كله على بعضه. هنمسك برضه اكياس دلوقتي نعبيها تعملي بيها ايه يا ايمان؟ للمعجنات يا بنات، الخض بقى مع اللبن الرايب ماشي، برضه فيه زي ما قلت لكم قطعه من السمنه قطعه من القشطه. فالكلام ده كله هنعمل بقى على كل مثلا عجنه كده او كل خبزه نحط مثلا معدل ايه، كيس كده نحطه في الفريزر. هنعجن مثلا من بالليل، هنعمل ما اي حاجه من الصبح كده معجنات، نطلع الكيس من بالليل من الفريزر يفك لغايه الصبح، نكون انا بقى جمعت الحاجه اللي انا هنعملها. زي ما قلت لك ما ترميش اي حاجه خالص، كل حاجه ليها حل عندي انا يا بنات، الحمد لله في بيتي بنعمل كده لان هو الزمن ده عايز كده. بصوا يا بنات هقول لكم على حاجه، حتى من قبل الغلا والأسعار دي كده، وأنا دي طريقتي في بيتي. فالحمد لله الحمد لله دلوقتي حاليًا في الأسعار اللي هي الغالية ديّة، وبُصّي الدنيا بُصّي ربنا يهوّنها علينا يا رب كده ويغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا، بجد، بجد صعبة، فاهمين؟ فالحمد لله الحاجات ديّة يعني حاليًا دلوقتي سهّلت عليَّ حاجات كتير، ما حسستنيش بالغلا اللي أنا عايشة فيه. ممكن تروحي بس السوق تجيبي شوية الخضار، شوية مثلًا فراخ، شوية لحمة، زي ما قُلت لِك بقى أنا جِبت برضه شوية الطيور اللي عندي دُولة برضه إن شاء الله بإذن الله هيعدّوني شوية في رمضان، هنجيب مثلًا 2 كيلو لحمة، هنجيب مثلًا فرختين، 3 أهو تنويع، شوية سمك، فاهمين؟ زي بيوتنا العادية يا بنات. وزي ما قُلت لِك بقى جِبت الدقيق برضه عشان نعجن، واتوفّرت برضه العيش بتاعي اللي هو بييجي من الفرن ده للطير بتاعي عندي، وأدي بقى اللي أنا هنعجن بيه، اللبن الرايب مع الخَض. تمام يا حبايبي كده عملت القشطة الحمد لله، هنشيلها بقى إن شاء الله بإذن الله، هنسيبها بس يا بنات. أنا طبعًا دلوقتي طلّعت السمنة من الخَض حطيتها في مَيّة، ليه؟ لإن كانت سايحة، فاهمين؟ كانت لسه إيه، مش متماسكة كده، فأنا هنحطها بقى في المَيّة ديّة ونحطها بس كده في درج التلاجة، في التلاجة عادي خالص مش في الفريزر، لغاية ما تشد معايا بس عشان نعرف بقى إيه، نحطها في علبة إن شاء الله بإذن الله، أو نحطها في حلة لمّا نجيب إن شاء الله بإذن الله هنروح السوق، أو نروح بقى السوبر ماركت كده نجيب لي كيلو من اللي هو السمنة اللي هي الصفرا ديّة، ونعملها إن شاء الله بإذن الله هتعدّيني شهر رمضان وأزيد كمان. زي ما قُلت لِك يا حبيبة قلبي، لو أنتِ ما عملتيش بقى الفكرة ديّة، فكرة اللبن، أنتِ لسه فيها من دلوقتي، لإن إحنا طبعًا طول ما ربنا مراضينا وفاتح بيوتنا إن شاء الله بإذن الله مش هنخلو اللي إحنا هنجيبه وهنعمله. زي ما قُلت لِك هتتعاملي مع حد لبّان يكون كويس ويكون لبنه كويس لو أنتِ في مدينة، إنما أنا بقى بالنسبة ليّا الفلاحين بصراحة اللبن ده بييجي من عند أمي، تمام؟ أنا بنجيبه من عند أمي، فأنا بنغليه بقى وكده جمّعت السمنة بتاعتي أهوّة، وإن شاء الله بإذن الله تخلص الكمية ديّة نكون برضه فتحت في الكمية التانية ونكون عملت غيرها إن شاء الله بإذن الله. بعد ما خلّصت بقى إن شاء الله كده يا بنات، قُلت بقى الطبقين اللي كانوا طالعين مكان بقى ما كانوا زي ما قُلت لكم بقى العلب مكان القشطة العلب مكان اللبن الرايب الكلام ده كلّته، فتحت المَيّة السخنة الأول نزّلت كل حاجة ماشي، عشان بس ما تعملش تبوّظي مني الإسبونشة وتبقى ما تعملش ترغي معاكِ وكده وتعمل دهون وخلاص. وبعد كده بدأت بقى إن شاء الله بإذن الله نغسل المواعين كده معاكم، يالّا قوموا بقى واتشجعوا واتنشطوا، وزي ما قُلت لِك بقى خلّي شهر رمضان للعبادة فقط لا غير. وقولوا لي بقى يا بنات امبارح كده مين اللي قام صلّى ومين اللي كده إن شاء الله بإذن الله قعد كده مع نفسه في خلوة ساعة واحدة بس. بُصّوا أنا هاقول لكم اللي حصل لي كإيمان ماشي، بس مستنية منكم بقى تقولوا إيه اللي حصل أنتم كمان عندكم. أنا امبارح كنت بنغسل في الستاير بتاعة أوضة النوم، تمام، إن شاء الله بإذن الله هينزل لكم فيديو ده. فبُصّوا أنا كنت يعني حاطة في دماغي إن أنا مش عايزة نعمل أي إرهاق في اليوم ده خالص، فلقيت الوقت خلاص يا بنات بسم الله ما شاء الله الوقت خلاص يعني ما عادش فاضل، يا دوبك أنتِ تحاولي تنجزي كمان، فاهمة؟ فخلّصت غسيل ستاير كان أخويا يعني رن عليَّ قال لي إيه تيجي تفطري معانا وكده وتجيبي الولاد، فقُلت خير وبركة والله مش هنعمل كده فطار الحمد لله، لإن ما كانش في إلا أنا والولاد بس، فقُلت خلاص مش هنعمل أكل فإحنا هنستغل بقى اليوم ده كلّته شغل في البيت وخلاص. بعد ما خلّصت الشغل وخدت الولاد ورُحت بُصّوا يا بنات بقى من وقفتِك في المَيّة وصيام والكلام ده كلّته، بقى جسمي بُصّوا عايزة أنام، يعني وكمان بقى لمّا تفطري تبقي عايزة تنامي أكتر، فأنا قُلت لنفسي إيه،
لأ أنا هنستغل النهارده كده مش هتقف في المطبخ كتير، بس مش هنقف إيه والله برضه هنقول لكم برضه عملت إيه يعني. فبعد ما خلّصت بقى أخدت اليوم كله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب وديمها نعمة علينا واحفظها من الزوال، استغفار وتحميد وتسبيح والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى لدرجة إن الولاد لمّا جُم من الحضانة يا بنات والله ما باكذب عليكم، طبعًا بقى أنتم عارفين الدوشة والوَش وعايزينه ومش عارفين إيه، أحمد ابني كان واقف ورايا كده في المطبخ، أنا ما كنتش مركّزة أحمد كان عايز إيه فاهمين، اليوم ده يا بنات زي ما قُلت لكم مش بيتكرر، وأخدته بقى في الشغل وفي العبادة برضه في نفس الوقت في التسابيح والتهاليل والتذكير والكلام ده كلّته. فخلّصت بقى كل ده، وبعد كده رُحت طبعًا جِبت الولاد من الحضانة، فأثناء بقى وأنا رايحة نجيب الولاد من الحضانة يا بنات أقول لكم بقى شطارتي، فأنا كان في سوق امبارح، فأنا معديّة كده لقيت سمك بلطي يا بنات تمام، فسألت يعني الكيلو بكام، قال لي ب50 لإن خلاص كان السوق خلاص يعني بيفضّي كده، الكيلو ب50 فقُلت له: "لأ ادّينوني ب40" فاهمين، فالمهم ربنا هداه وادّاني الكيلو ب40 فجِبت 2 كيلو معايا إن شاء الله بإذن الله، يعني الكيلو كان أصلًا وصل عندنا يا بنات هنا كان واصل 65 جنيه فاهمين، فأنا جِبته امبارح بس ب40 هو صاحي خالص، يعني مش هاقول لكم اللي هو مثلًا ميت أو كده والكلام ده خالص والله يا بنات السمك كان كويس بس الحجم مش كبير، مش هاقول لكم بقى السمكة حجمها كبير لأ، يعني أنا جِبت مثلًا الكيلو 5 الكيلو 5 أيوه كده. والمهم جِبتهم والحمد لله زي ما قُلت لِك بقى يعني الحاجات ديّة بتبقى إيه لقطة كده وأنتِ ماشية مثلًا لقيتِ الحاجة كويسة الكلام ده كُلّته، فأنتِ كده والله برضه بتوفّري، يعني أنا كنت هنجيب الكيلو ب65 أنا جِبت ال2 كيلو ب80 فاهمين؟ المهم نرجع لكم بقى لقصة امبارح إن شاء الله بإذن الله. خلّصت يا بنات جيت بقى نضّفت السمك، وخلّصت برضه كل حاجة، وقعدت بقى نغسل في الستاير، وهاقول لكم برضه سلفتي ربنا يبارك لها يا رب كانت رايحة برضه تجيب لبس امبارح من لولادها وكده، فهي طبعًا كانت صايمة هي وجوزها وولادها فطلعت هي طبعًا ما تعرفش إن أنا رايحة عند أمي خالص، فيعني إيه كانت عايزاني نعمل إيه جزء من فطارها معايا أو نعمله لها على هي ما تيجي بالسلامة. فطبعًا ما نقدرش نقول لأ يا بنات والله العظيم، لإن أنا أصلًا في الأيام ديّة أنا عايزة نعمل أي حاجة مجاهدة كده في سبيل الله، أنتم فاهمين؟ عايزة نعمل أي حاجة خير عشان تعود ليّا وتعود لولادي، بُصّي لو أبسط الشيء، فطبعًا هي أول ما طلعت فداخلة بتقول لي: "معلش بقى نتقِّل عليكِ تعملي الفطار ده معاكِ." فأنا قُلت لها: "ده أنا رايحة لأمي." فطبعًا ما ينفعش اللي هي هتروح يعني هتبقى طول النهار تجيب لبس للولاد وتيجي من غير يعني مش هتلاقي فطار، فقعدت بقى عملت الفطار جنبي برضه، ونضّفت السمك والكلام ده كلّته وخلّصت ودخلته لها شقتها، وبعد كده خدت الولاد ورُحت إيه عند أمي. هاقول لكم بقى يعني مش عارفة باحكي القصة دي كلّها ليه يا جماعة، بعد ما رُحت عند أمي وجيت يا بنات، إيه اللي حصل بقى معايا في الليلة ديّة، بُصّوا كنت جاية والله العظيم يا بنات ما كنت قادرة أفتح عيوني من النوم، ليه؟ أنا صاحية من الساعة 5 5 إيه الساعة 4 تمام؟ فبعد ما صحيت يعني جيت وصلت البيت قُلت يا ربي سامحني، يا ربي قدّرني بس إن أنا أقوم ساعة، لإن أنا عايزة ناخد ساعة كده في خلوة مع نفسي، لإن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال في معظم الأحاديث إن ربنا بينزل بقى من بعد فجر ليلة اللي هو المنتصف من شعبان، يعني من امبارح كان الإتنين، كان من بعد الفجر من بعد المغرب، من بعد المغرب ربنا نزل في السماء بنوره وبتجليه وبعظمته، بُصّوا وكبريائه بقى. فأنا كنت عايزة نقعد كده ساعة مع نفسي، هنقوم بقى نتوضّى ونصلّي، ونقعد بقى ناخدها كده الأول إن شاء الله نصلّي كده ركعتين قضاء الحاجة، وبعد كده ما نصلّي ركعتين قضاء الحاجة نقعد نستغفر ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد كده بقى نخش كده في الدعا بقى اللي أنتِ بتتمنيه، وتقري شوية في القرآن، أي سورة أنتِ بتحبيها وسورة كده لتفريج الهَم، وإن شاء الله بإذن الله تحويل كده الحال من أسوأ لأحسن، فقرأت سورة ياسين يا بنات، وبعد كده بقى قعدت كده بُصّوا الحمد لله، الحمد لله. بس أنا هاقول لكم اللي حصل معايا يعني، مش هاقول لكم لأ، اللي حصل معايا إن أنا جيت نيّمت الولاد، وطبعًا الولاد ما بيناموش غير بيّا يعني، نيّمت كده ما بينهم هُم الاتنين فناموا، فالنوم أخدني، وفي نفس الوقت أنا من جوايا مش راضية عن نفسي يا بناتي، هو يوم ونقول يا رب سامحني، يا رب أنا هانام ساعة، نقول لنفسي كده هننام شوية وبعد كده هنصحى عشان خاطر نصلّي. فالمهم كانت أمي حبيبتي كانت مدياني لبن، شُفتِ بس عظمة ربنا، شُفت الحلاوة اللي ربنا بيخلّيها لِك، باقول لكم أنا ما كنتش قادرة أقوم، فأنا إيه قُلت إن أنا هاقوم بس نشيل أزازة اللبن لإن مش قادرة نغليها طبعًا خايفاها تروب، نحطها في الفريزر ولمّا نصحى بقى منين ما نصحى هنقوم إيه نغليها، فأنا قايمة قُمت كده من جنب الولاد وماشية كده يا بنات والله العظيم إن ده حصل، فقُلت إيه سامحني يا رب، سامحني يا ربي بس سامحني بقهر، سامحني إن أنا زعلانة من جوايا على نفسي، لإن الليلة زي ما قُلت لكم مش هتتعوّض. فجأة،
فجأة. شوفوا بيقول لك ايه، باللحظة وانتباهها يغير الله من حال لحال. والله ما بنكذب عليكم في كلمة يا بنات، بقول لكم انا كنت، بصوا انا كنت من قيس ان انا هنام واسيب اللبن اقول له يروب يروب، بس قلت حرام. يا دوبك خدت ازازة اللبن من الصالة دخلتها في التلاجة، لقيت زي ما تكوني جبت مية ساقعة كده وحطيتها في وشك، فاهمة؟ النوم راح، الحماس جالي، قلت لا إله إلا الله، قلت كده أحمدك يا ربي أحمدك يا ربي. قعدت نحمد ربنا كتير كتير لدرجة إن أنا بكيت، والله العظيم يا بنات، لدرجة إن أنا بكيت من اللي أنا كنت فيه، وبصيت لقيت كده الحال اتغير. دخلت جري على الحمام واتوضيت، وجيت بقى صليت تمام، والولاد كانوا نايمين صليت جنبهم كده، ومن كتر فرحتي باللي حصل لي عيطت كتير في الصلاة، بس ارتحت كتير ودعيت لكم والله يا بنات ربنا الأعلم. وقعدت بقى عملت اللي كنت لازم نعمله، وحاسه برضه ان انا مقصره، فاهمه؟ يعني انا دلوقتي بكلمكم حاسه برضه ان انا قصرت في حق نفسي، وان انا ضيعت برضه ليله زي ديت. قعدت كده ساعه مع نفسي، وبعد كده كانت الساعه يعني بالظبط كانت الساعه 12 نمت، وبعد كده صحيت الساعه 3 ونص برضه عملت اللي ربنا قدرنا عليه. انا بقول لك كده ليه؟ لان كتر الدعاء وكتر الاستغفار وكتر الحمد وكتر ما تقربي من ربنا وانت من جواك عايزه تقربي من ربنا، هو ان شاء الله باذن الله هيكرمك ويقدرك ويقربك منه. وكمان حاجة، طول ما انت ساجدة قولي حاجة يا بنات، او حاجات الدعاء اللي انا بنقوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل قرة عيني في الصلاة. الكلام ده كله يا بنات فعلا فعلا ربنا بيساعدك، واستعيذي من العجز والكسل عشان خاطر ربنا تطلب مني المعونة. انا يا بنات والله العظيم يعني اللحظات اللي حصلت معايا امبارح ديت، انا بقول لكم يعني فعلا فعلا ربنا لما بيريد بشيء، بصي ما بوقفش قدامه شيء. انا بقول لكم انا كنت نايمه في السرير والله العظيم ما كنت قادره نقوم من مكاني، بس من جوه ايمان من جوه لا مش راضيه عن نفسي ان انا هنضيع يوم زي ده. فانت قولي لي بقى عملت ايه امبارح في الكومنت، وان شاء الله باذن الله يتقبل مني ومنكم يا بنات صالح الاعمال، وينجزي في الايام الخير ديت، ما تسيبيش اي حاجه وراكي، وفي الاخر انت كده بتظلمي نفسك. خلصت كده الحمد لله يا بنات، هقول لكم بقى اللي انا عملته. طبعا غسلت المواعين اللي كانت باقيه، وبعد كده بقى ايه، عايزه نعمل فطار يكون بقى سريع وما ياخدش مني وقت. طبعا اسرع حاجه عندي صينيه الفراخ بالبطاطس، فانا طبعا لازم نتبل الفراخ وكده، تبلتها وجهزتها. وجبت بقى كميه البرتقال دي يا بنات، ما كانش عندي جزر بصراحه، فانا وكان جوزي جاي من الشغل، فانا قلت ان انا هنقشره ونجهزه، وقلت له جيب لي جزر معاه عشان نجهزها. وبرده الجبن ديت كانت موجوده عندي برده في الفريزر، طلعتها كده وعملت ميكس جبن. كل اللي انا عايزاها نجيب بس ان شاء الله باذن الله جبنه موزاريلا عشان خاطر برده رمضان. ومسكتها كده قلت اللي انا هنعملها من المبشره، لقيت ان هي اصلا بسم الله ما شاء الله، يعني الفريزر او التلج مخليها ايه زي ما تكون دايبه كده بايشه في بايدك، طبعا زي ما قلت لك ايدنا نظيفه. وخلصتها كده ان شاء الله باذن الله، وجهزتها وعبيتها برضو في العلب بتاعتها، وجهزت كل حاجه. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، حبيت ان انا افضفض معاكم. انت لسه فيها يا بنات، اوعي تقولي ان الليله دي عدت عليا. جاي لنا شهر عظيم وشهر كريم وايام مفترجه يعودها علينا وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والسعاده والبركه على قلوبنا كلنا. سلامي لكم كلكم يا بنات، امهاتي واخواتي واحبابي كلكم، بجد بجد ربنا يخليكم ليا، والبنات اللي لسه داخلين القناه بجد بشكركم جدا على كل الكلام وعلى ذوقكم واحترامكم والكلام الجميل اللي انتوا بتكتبوه في الكومنت. ده اللي بيشجعني ان انا اتواصل معاكم حتى يا بنات. بصوا سيبكم من اي حاجه تانية، المهم نفسي ان ربنا يجعل كل كلمه اللي انا بقولها ديت يجعلها ربنا في ميزان حسناتي، ويبقى صدقه جاريه ان شاء الله باذن الله ليا ولولادي. وخلاص كده جهزت بقى البرتقانة زي ما قلت لكم على بس الجزء كده، ان شاء الله باذن الله هنعمل بقى ان شاء الله باذن الله هنزل لكم في فيديو تاني عشان الفيديو كده هيطول عليكم خالص. بس اليوم ده انا عملت ده كله يا بنات تمام. جيت بقى كان عندي رز اهوت يا بنات من اللي هو كنت عاملاه رز معمر في الفريزر، فقلت بقى النهارده هنقف كتير في المطبخ، صينيه البطاطس كده مع الفراخ وخلاص. طلعت الرز ده عشان خاطر يفكك طلعاه من بدري. وشايفين اهوت اللبن برضه اهوت، ده وش من اللبن طلعته برضه حطيته في ايه في بول عشان نجمع بقى غيره. ودي كانت صينيه البطاطس، وده كان فطارنا النهارده، وده كان الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه، اتمنى ان انتوا تكونوا تشجعتوا منه، اتمنى ان انتوا بصوا يا بنات الكلام ده يكون فعلا بأثر فيكم زي ما قلت لكم. ابدأي حياة جديدة مع نفسك، ابدأي حياة جديدة مع غيرك، ابدأي حياة جديدة في دنيتك وولادك، عشان ربنا كل حاجة كل خطوة انت بتخطيها ربنا ان شاء الله باذن الله هيجعلها في ميزان حسناتك، وربنا يبارك لك في ولادك وفي بيتك وفي جوزك وفي كل عملك. اترككم في رعايه الله وامنه، وان شاء الله باذن الله استنوني في فيديوهات كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.